انا اليوم بدي طعميك شاورما دجاج لبنانيه، تحدي اذا اكل اطيب منها، واللي اجى لعنا وبالطعم الحلو تغنى. بس انا صريح اكيد. اخيرا هجرب مطعم شارع الحمراء، المفروض ان هو مطعم لبناني على اصوله، فتعال نشوف بقى يطلع فعلا جامد ولا عادي واي كلام. يلا بينا نخش بقى على الشاورمات. نبتدي بقى الفراخ من السيخ على العيش على طول. اول مره في حياتي اشوف حاجتين، شاورما فراخ محطوط عليها خس ومحطوط عليها عصره ليمون. الصراحه اول تحدي كسب. خش على اللحمه يا رب. بالنسبه بقى للشاورما اللحمه اقدر اقول لكم ان برضه هو كسب. شاورما لحمه جامده قوي. الطعم اللي انا حاسه نفسي اوصفه لكم بس مش عارف الصراحه. ده بقى الاختراع، اول ناس تدخل الشاورما سجق في مصر. اوبا اوبا اوبا، القرمشه اللي من بره طعمها مختلف قوي الصراحه. ملوش علاقه بالسجق المصري خالص، طعمه مختلف جديد، ممكن يجي مع ناس، ممكن بالنسبه للناس يبقى عادي. كسبني الصراحه. فتة شاورما فراخ، رز، عيش محمص، توميه، وانزل بقى من السيخ على الرز وكل يا معلم. اللي طاغي اكتر في الفته هي الشاورما والتوميه. دي بقى فتة شاورما من لحمه. اكتر حاجه بسطاني ان اللحمه بالنسبه لي اجمد من الفراخ. واخر واحده فتة شاورما سجق، حلوه بس السندوتش كيفني اكتر. من الاخر مطعم شارع الحمراء مطعم لبناني